تعادل بطعم الخساره للزمالك امام كايزر تشيفز، هدف في الدقيقه 96. تعلمش من اخطائنا، تعلمش بس احنا ايه، نلبس البدله وفي الاستوديوهات نقول ان الزمالك محتاج مدير فني اجنبي محنك محروق. لا لا، مش عايزين مدير فني اجنبي، احنا محتاجين لعيبه على اعلى مستوى. اللعيبه اللي عندنا دي اخرها تاخد المركز الثالث وهنخرج من الكونفدراليه في الادوار الاقصائيه. ده مليون في المية مليون. يعني ما تقوليش اللي ادم كايد ده يعني ممكن يوصل لمستوى مرعب، ولا عدي الدباغ اللي بيضيع 4 5 تجوان كل ماتش عادي. عدي الدباغ ده اللي الاهلي كلمه وما ردش عليه. ما بحبش الوساخه في الكلام والحنيكه في الكلام، وان احنا نودي الكلام في حته المدرب واحنا عندنا لعيبه عالة ولاعيبه وضيعه. ده مهم جدا. مش عايز احمل صبحي مسؤوليه اللقاء والتعادل، لان في حاجات غلط حصلت، ده مليون في المية. فيديو مهم جدا، نشترك في القناه، فعل زر الجرس، هنتكلم في الفيديو، قولي وجهة نظرك في الكومنتات، واعمل لايك الفيديو وصلوا على النبي وزيد النبي صلى الله عليه افضل الصلاه والسلام. الزمالك فرصة كبيرة جدا، سجلنا في أول الماتش. الزمالك نازل ضاغط، الزمالك في الالتحامات كويس، الجزيري بيسجل، خلاص بقى عارف انت سجلت هدف. الفريق اللي قدامك في شوارع في ظهر الباكات بتاعته، خلاص استغلها بقى. المدرب بقى يلا يا جماعة عايزين نجيب هدف واثنين وثلاثة ونقتل. لا، انت عايز تجيب هدف واثنين وثلاثة وتقتل الماتش وتريح الجماهير اللي قاعدة في البيت اللي هي على اعصابها، ويعني تحس ان الشورت اتبل كده يعني من كتر العصبية اللي الواحد فيها. لا لا لا, لا. انت عايز اسجل هدف واثنين ده كخ عيب. انا لازم العب على الواحد صفر. تعادلنا 4 ماتشات في الدوري على الواحد صفر، كنا كسبانين 1-0 وتعادلنا، او 2-1 وتعادلنا. ما بتعلمش اللعيبه دي، ما بتعلمش اللعيبه دي، ما عندهاش شخصيه. اللعيبه دي قراراتها في الملعب زي الزفت وقرارات وسخه كلها. وللاسف اللعيبه المحترفه اللي احنا بنجيبها هم دول اللي مضيعيننا، هم دول. ولا بقى احمد شريف، حلو احمد شريف، حلو ايه، حلو ايه، ارمي يا عم بره النادي. عمرو ناصر بتاع بوشكاش، ارمي يا عم بره النادي. عداد دباغ، ارمي يا عم بره النادي. ادم كايد، ارمي يا عم بره النادي. لفيت ورجعت للجزيري هو اللي بيكسبك. اذا عمرو ناصر فاشل، اذا عدي الدباغ فاشل، احمد شريف فاشل، ناصر منسي معرفش مغضوب عليه ولا فين، محدش عارف. مهم جدا، الزمالك سجل هدف اول، احمد عبد الرؤوف اختيار محمد اسماعيل جيد في نص الملعب. تلعب 4-5-1. الخمسة اللي هم الاتنين اللي في نص الملعب معاهم ناصر ماهر. الماهر فين امال؟ اسمه ايه ده، ناصر كوستا فين امال؟ هو ناصر ماهر يلعب ماتش و20 لا هو كده. هو ارمي بره النادي يا عم احمد حمدي، ارمي بره النادي يا عم، بره يا عم اللعيبه دي كلها. بتلعب 4-5-1. الخمسة في نص الملعب واقفين كويس، بيضغطوا كويس. الزمالك اللعيبة مركزة في الالتحامات كويسة، بتقطع كويس. بنوصل للجون بقى، بنوصل. طبعا اخوان الفينا، احنا جماهير الزمالك الساحر البرازيلي نيمار، خليفة نيمار ورونالدينيو برازيلي واسمر، وكان عندنا بالونة بدلناها باخوان اخوان الفينا بالنسبه لي لاعب متواضع، مش مرعب زي مستوى بن شرقي مع الزمالك في 2019 ولا 2018. مستوى بن شرقي مع الزمالك ما وصلش لده ولا ربع بن شرقي. من الاخر جسمه صغير، بيتضغط عليه، بيفقد الكوره، ما بيجيش كتير جدا. رجله على المرمى مش اعظم حاجه، بيرقص رقصتين كويسين طول الماتش، وبنقعد نهيج ونصيح عليهم بعد الماتش عشان ايه يعني، شويه كلمتين حلوين. ولكن خوان الفينا لاعب مفيد في ارض الملعب لا. مفيد فوزي بقى او مفيد شيحه ماشي، لكن مفيد لا. شيكوبنزا عنده حاجات حلوه جدا، بس حس عارف دولاب متبهدل، او دولاب مليان حاجات عايزه تتروق. هو عايز يتروق وعايز يركز، عايز يركز اكتر في التدريبات،
عايز في حاجات في دماغه بيعملها مثلًا، أو في حاجات في دماغه مشغول بيها، أو في مثلًا عنده ورث في أنجولا بس هو تحس إن هو مش ما بيبقاش مركّز طول الماتش. إسبرنتات بيوصل، تمريرات، بيعمل حاجات كتير حلوة جدًا، جدًا، بس اللمسة الأخيرة واللقطة اللي أنا عايزها منه، أنا عايز منه إيه؟ يعمل assist أو يسجّل أهداف، أنا عايزه يسجّل أهداف. بيسجّل أهداف ما بيسجّلش أهداف، إذًا عنده برضه ناقص. طب فين اللعيبة اللي عندنا اللي أسجّل بيها؟ أنت بتسجّل باللعيبة القديمة بتاعتك، سيف الجزيري. فين خوان ألفينا، فين شيكوبنزا، فين عدي دباغ، فين آدم كايد، فين أحمد شريف، فين عمرو ناصر؟ بلح، هم دول مشكلة الزمالك. يعني ما اجيبش مدير فني أجنبي، ما تجيبش مدير فني أجنبي، هو ده اللي باقول لك عليه. تجيب مدير فني أجنبي يبقى عندي فرقة مش عارف أوصل للجون. أنت وصلت للجون مرة و2 و3 و4، ده دور المدرب. المدرب كان عنده نواقص، عبد الله السعيد ودونجا حل المشكله، والزمالك كان كويس، والزمالك بيوصل للجون. عايز ايه تاني؟ المفروض بقى يعني برضو انا لو انا مدرب الزمالك، يا لعيبه يا بنت الكذا وكذا 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 وكذا، عايزين نسجل الهدف الثاني والثالث، وكم قلم على اي لاعب، وبالشلوت ما اعرفش، احس لعيبه، في لعيبه كده احس ان يعني ما عندهاش احساس بالمسؤوليه، او احساس انت بتشتغل رايح شغلك لازم تديه 100%. طبعا مشكله عواد وصبحي، انا مش عارف مين حارس الزمالك. صبحي هو حارس الزمالك الاساسي. ماتش بيراميدز عواد وقف تقريبا لاصابه صبحي. ماتش الاهلي كان صبحي على الدكه. بعد كده رجعنا في الكونفدراليه ماتش زيسكو، عواد الحارس. النهارده عواد بره. طبعا عواد بره فيه مشكله، مش عايزين نخبي الكلام. عواد فيه مشكله عند عواد وصبحي، او عواد والجهاز الفني، لان عواد مش على الدكه، واللي على الدكه محمود الشناوي الحارس الصغير. اذا عواد مرضاش يقف، فحصل التنشنه. فصبحي ممكن يكون كان مضغوط. صبحي عمل ماتش كويس، ولكن دخلت الكوره ما بين ايديه، والكره عدت ما بين ايديه في كوره يعني ساذجه جدا جدا. كنا ممكن نكون اول المجموعه مع المصري، تكسب المصري وتاخد منه نقطه، اعتقد صعدت. ولكن انا عايز اصعد اول مجموعه، لازم تكسب ماتشين المصري، اللي هو ماتشين صعبين جدا جدا. والفرق الاخرى هتلاعب بعض، اللي هو كايزر تشيفز هيلاعب زيسكو. يعني المجموعه هتبقى صعبه جدا لو انت ما كسبتش الماتش الجاي امام المصري عشان تبقى اول مجموعه. اتمنى ان احنا نكسب، ولكن مشكله صبحي وعواد مين الحارس الاساسي ومين البديل. بس قولي مين الاساسي ومين البديل، او مشي واحد فيهم. ما انت جبت مات سليمان عشان تمشي واحد فيهم. هتمشي عواد ما رضيش يمشي. طب ايه المشكله؟ فين حل المشكله؟ فين مهدي سليمان عليه عقوبه وما بيتمرنش؟ في مشكله في اوضه اللبس، مفيش مدير كوره، ما اعرفش المدير الرياضي فين. ما حدش عارف حاجه في الزمالك. في عشوائيه في الموضوع. هل عواد هيتعاقب؟ ده لو غلطان. هل هنخبي الموضوع ونستخبى، ولا هتعرف تعاقب عواد؟ ما حدش عارف اي حاجه. احنا عندنا كده عشوائيه. قرار ببيان بتغريم عواد، ده لو غلطان. مليون في المية اللي غلطان يتحاسب في النور وقدام الناس. الزمالك بيخرج بالكوره كويس، اللعيبه بتحضر كويس، اللعيبه مش خايفه، اللعيبه واقفه على رجليها. ضغط عالي من لعيبه الزمالك عجبني. مش ضغط عالي قوي يعني. قبل نص الملعب كده الزمالك بيضغط كويس، بياخد الكوره، بيضيع، بيوصل للمرمى. اللعيبه مركزه، قراراتها كويسه، بغض النظر عن الاهداف اللي ضايعه. مساحات شيكوبنزا اللي بيلعب على باك يمين، على الله ان شاء الله، بيروح كتير جدا. بس فين بقى اللمسه الاخيره والهدف اللي يجي؟ فين اللمسه الاخيره وهدف قتل اللقاء؟ قتلت 2-0 الماتش خلص. 2-0 الماتش خلص، دي ما بنعملهاش ومش عارفين نعملها، ما اعرفش ليه. محمد اسماعيل قرار وجوده في نص الملعب جيد جدا. محمد اسماعيل عمل مباراة كبيرة جدا 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 جدا. خط الدفاع عاملين شغل عالي. عمر جابر وفتوح وحسام عبد المجيد والونش. مباراة محترمة. كايزر تشيفز بتلعب على من العمق، بيشعلقوا الكرة في ظهر الدفاع. في ساعات بنتنشن مع بعض، لو اللعيبه مركزه مع حارس المرمى الموضوع هيبقى اسلس. ولكن لعيبه الزمالك نجحت بنسبه 90% في ايقاف خطوره كايزر تشيفز.
اخوان الفينا بيجي في نص الملعب بيستلم الكوره بيفقد الكوره كتير فبتيجي علينا بهجمات. اعتقد لو انا مدرب ممكن اجيب الجزيري احطه هنا، احطه في نص الملعب ان الجزيري بيعرف يستلم تحت ضغط، واخلي اخوان الفينا قدام في الانفرادات، ولكن ده ما حصلش. شيكوبينزا اخطر لاعب في الزمالك النهارده وافضل لاعب في الزمالك النهارده من الاخر، ولكن هو عنده نواقص كتير جدا جدا جدا، ما اعرفش ممكن يتطور الفتره القادمه ولا لا، مش عارف. صبحي كان بيخرج على الكوره بجرأه وبيخرج بشجاعه عجبتني. انا مش عايز اقول ان صبحي عمل مباراه وحشه، ولكن هو بقى الحظ او الكوره لما بتضيع كتير عندك، هو ده اللي حصل مليون في المية. عمر جابر عنده مشكله كبيره، ما تخليش حد يرفع من عندك، ما تخليش حد يرفع من عندك. لما حد يجي يرفع حط رجلك. فتوح بيعرف يقفل شويه، حط رجلك لما حد يجي يرفع من عندك. وفي لقطه الهدف فتوح برضو واقف قدام الراجل، لو حطيت رجلك الكره مش هترفع. طبعا هي مسؤوليه صبحي، ولكن يعني بحاول في كور يعني ما تعملش كده. حط رجلك، حط رجلك عشان الكره ما تترفعش، عشان ممكن تترفع وتيجي جون، ودي بتحصل كتير جدا جدا جدا. طبعا عدي الدباغ نزل، المباراة باظت. عدي الدباغ مضيع 3 كور منهم كرة محسوبة اوفسايد، ضاعت انفراد محسوبة اوفسايد وهي مش اوفسايد بس ضاعت. طبعا عدي الدباغ ده جايبينه علشان نطور الهجوم، واخوان الفينا جايبينه بديل زيزو عشان نطور الهجوم. الاتنين دول لحد دلوقتي ما نجحوش مع الزمالك. اخوان الفينا لسه ما نجحش مع الزمالك. اخوان الفينا ارقامه في الدوري ضعيفه جدا جدا، وارقامه طول الموسم ضعيفه جدا جدا. اخوان الفينا مش ساحر، ده مهم جدا. مهم جدا مهم جدا. الزمالك ما بقاش يضغط الشوط الثاني، فكايزر تشيفز ضاغط. خروج الجزيري اثر على الزمالك مليون في المية. نزل بنتايج وفتوح جه في نص الملعب عشان محمد اسماعيل معاه انذار. اعتقد تغيير مش وحش. ونزلت الدباغ بدل الجزيري علشان للاصابه، ونزلت بعد كده ادم كايد واحمد شريف اللي هم ما لهمش اي 30 لازمه، بدل من ناصر ماهر اللي هو ما بيجيش مع الزمالك غير كل فين. واخوان الفينا حسام عبد المجيد عمل مباراه كبيره جدا 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 جدا. عدي الدباغ مضيع كور كتير جدا جدا جدا. عدي الدباغ عدي الدباغ مضيع كور كتير جدا جدا. اعتقد ان الزمالك يعني ثواني يا ابني ثواني. عدي الدباغ مضيع كتير جدا جدا جدا. اعتقد ان الزمالك ماتشين المصري لازم يكسب اول ماتش ويتعادل تاني ماتش علشان الدنيا تبقى كويسة. افضل لاعب في الزمالك النهاردة صبحي عمل مباراة محترمة، مش عايز اظلمه. حسام عبد المجيد الونش عمل مباراة كبيرة. عمر جابر، فتوح، محمد شحاتة، محمد اسماعيل، شيكو بنزا والجزيري فقط. البدلاء كلهم بنتاج عمل مباراة برضو لما نزل ما كانش وحش. اعتقد ان الزمالك لازم يبني على اللي هو بيعمله، واستمرار احمد عبد الرؤوف من وجهة نظري هيبقى كويس. عايز يجيب مدير فني اجنبي، ما اعرفش معاك فلوس ولا لا. انت محتاج تفك القيد وتجيب كام لاعب. طب اجيب كام لاعب ولا اجيب مدير فني اجنبي؟ اجيب كام لاعب وامشي اللعيبه العاله الوحشه اللي انا جبتها. هذا ما يدعينا فيديو لايك مهم جدا جدا، نظر كومنتات، شرح مهم جدا جدا في القناه، فعلوا زر الجرس مهم جدا جدا جدا. سلام.